السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم قناة يوميات ام ميدو. يا رب تكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. وما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك لأول مرة يشوف قناتي. نبتدي بقى النهاردة كده بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعمل بقى ايه؟ أكلة الشتاء. طبعا المحشي، طبعا محشي الكرنب ده أساسي أساسي، أكلة شتوية جميلة جدا جدا. كل البيوت المصرية بتحبها. ودي أكلة مصرية يعني صميمة، معروفة طبعا عن الأكل المصري. ما شاء الله يعني لا يعلى عليه. نبتدي كده بسم الله مع بعض. أنا هنا بقى المكون اللي بحطه ما بستغناش عنه في المحشي والبامية. ده أساسي. حتة ليا ضاني كده دايما بتبقى ايه في السكرتة. دي بقى اللي بتخلي الطعم ايه، ريحته جايبة اخر الشارع ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي ياكل منه. بس بسيحها كده مع حبة زيت. دي بقى بقطعها رفيع كده وسيحها كده مع حبة زيت في أول حاجة. شموا بقى الريحة والجمال. تلاقي كل الجيران بتقولك مين اللي بيعمل محشي النهاردة، ما شاء الله ما شاء الله. ريحته بتبقى ايه، فلة. ما شاء الله بتبقى جايبة آخر الشارع. نبتدي كده بقى قطعنا اللي هي ضاني وعملناه سيحناه شوية. نبتدي بقى ايه نحط البصل. عملت بصلتين كده في الكبة. بشرتهم بشر رفيع عشان طبعا ايه، تبقى ما تبقاش باينة كده في الأكل. وعملتها بقى شوحتها لحد ما لونها بقى ذهبي كده، اصفرت كده. وانا بقى ايه بعمل بصل بزيادة طبعا وانا واقفة في المطبخ. يوم المطبخ ده ممكن اعمل اكتر من حاجة كده مع بعض في وقت واحد. انا عاملة هنا بصل بزيادة. اروح ايه واخدة كبشة كده، هقول لكم دلوقتي هعمل بيها ايه. نعملها بقى ايه. ممكن اعمل صلصة مكرونة. ممكن اشيل حبة كده اخليهم لوقت زنقة مثلا مع حبة كبدة مع حاجة. انا هنا هاخد ايه حبة كده لصلصة مكرونة، هعملها برضو معاكم دلوقتي. واحنا واقفين على البوتاجاز كده ايه بنعمل كذا حاجة في وقت واحد. ما تنسوش بقى اللي وصل لحد هنا يا ريت بقى ايه تدعموني بلايك كده عشان الفيديو ان شاء الله يشوفوا اكبر عدد. بصوا اهو، اخدت كبشة بصل كده من اللي انا صفرتها وشوحتها دي في السمنة في الزيت. وحتة اللي قلنا عليها. دي بقى ما شاء الله بتخلي ريحة المحشي ايه، خرافة ما شاء الله تحفة. هنا بقى ايه عملت القوطة طبعا. عصرتها. عبال ما ايه ما البصلة اصفرت كده. عصرت القوطة وهحطها بقى ايه تتسبك. عبال ما هي تتسبك اكون برضو عملت قوطة تاني للمكرونة. يبقى احنا كده عملنا ايه حاجتين في وقت واحد. صلصة للمكرونة علشان مثلا تاني يوم ولا حاجة نعمل مكرونة وجنبها كبدة ولا اي حاجة او بانيه او حاجة. يبقى احنا عندنا ايه اكلنا جاهز في 5 دقايق. حاجة ايه كده سريعة نجهزها ونحطها في التلاجة في علبة تلاجة كده لأي وقت زنقة. نروح مطلعين سلقين المكرونة على طول والصلصة تبقى معمولة جاهزة. ونشوح الكبدة أو نقلي البانيه أيا كان. حاجة إيه سريعة. يبقى إحنا عملنا أكلتين وإحنا واقفين في وقت واحد. قبل ما دي تتسبك على نار تكون التانية خلصت على النار التانية. كده إيه هنحط بقى ملح وفلفل أسود وكمون طبعا إيه لزوم توابل المحشي. اما نيجي بقى نعمل الرز. هنحط برضو شوية توابل كده من توابل المحشي بتاعت مايويز اللي احنا متعودين عليها. هتدي طعم برضو جميل جدا. ما شاء الله ريحته جميلة جميلة بجد. يعني تخش الشقة كده يعني تبقي عارفة على طول ان الريحة مفجفجة ما شاء الله. هنا بقى هسيبها تتسبك. عمل طبعا ايه انا كنت سلقت الكرنبايه اول حاجه. بس ايه طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو ما حبيتش ان انا ايه اطول عليكم الوقت يعني. انا سلقتها وجهزتها كده وقطعتها. وحبيت بقى ايه ان انا انجز الوقت على طول. هنا بقى عبال ما تتسبك ادي صلصه المكرونه اللي بقول لكم عليها. انا خدت كبشه بصله كده من اللي انا كنت مشوحاها. وعملت قوطه تانية لوحدها. وحطيتها بقى في حله تانية على النار التانية. اهو بصوا الاتنين جنب بعض. دي عبال ما تستوي تكون التانية خلصت. والاتنين يبقوا خلصوا في وقت واحد. كده ايه كده عملنا اكلتين اهوت يومين ايه واحنا واقفين على طول على السريع. عبال ما جهزت الكرنبايه كانت التسبيكه خلاص خلصت. وسلقت الرز وقطعت الخضره. وجهزت كل حاجه على الحشو على طول. عشان طبعا ايه الوقت ما يجريش مننا. ونبص نلاقي الوقت ايه عدى بسرعه. نكون جهزنا الاكل على طول. هنا بقى هسيبها تتسبك على بال ايه ما اكون برضو حشيت المحشي ويبقى الاكل خلاص خلص.
برضو عملت بصل بزيادة، برضو تبلت البانيه عشان ياخد وقت عبال ما ايه ما اخلص المحشي، الف واحطه على النار، ويبقى ايه العين التانية عليها البانيه على طول. بصوا بقى، انا هنا قطعت الخضرة وحطيتها على ايه على التسبيكة. انا بديها تشويحة كده مع الصلصة علشان ايه تاخد من طعم الصلصة. وبعدين هغسل الرز واحطه عليها، وبرضو هديها تشويحة على النار. من هنا بقى بتلاقي الرز مستوي ما شاء الله جميل جدا. وطبعا احنا مسوين الورق كويس، مش سايباه يعني نص سوا ولا حاجة، فما بياخدش وقت، على طول كله بيبقى متشوح وطعمه بيبقى جميل جدا وبياخدش سوا. اهو بصوا الرز كده غسلته وقلبته مع الصلصة والخضرة على النار، يدوبك دقيقتين كده تشويحة، بتشرب المية اللي فيه. ادي دي بقى توابل المايوي بتاعت المحشي اللي انا بقول لكم عليها، بتدي طعم وريحة حلوة قوي قوي قوي. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم. بصوا بقى، انا هنا ايه لقيتها يعني ايه، عشان الكيس نسيته مفتوح، كانت محجرة كده شوية او جامدة كده شوية، عشان المفروض ان انا ابقى قافلة الكيس كويس. الكيس تقريبا نسيت اقفله كويس المرة الاخيرة، ف يعني جمدت شوية كده، فعشان كده بحاول ان انا اطحنها كده بحيث انها ايه تفك وتبقى كويس، زي الماجي كده مثلا، زي مكعب المرقة الماجي. اما احنا بايه بنفكه كده علشان يبقى يتوزع ويتجانس مع كل الوصفة. اهو بص، بسم الله ما شاء الله، رصينا المحشي، قطعته طبعا ولفيته ورصيته اهو بالهنا والشفا، ما شاء الله. كده بقى بصوا، دي التكه بقى اللي حماتي عودتني عليها، ولقيتها ما شاء الله جميله جدا. ان انا احط معلقه صلصه من صلصه المحشي على وش الحله، ومعلقه كده برضو في ايه في الشوربه، بتبقى بتدي لون جميل جدا للمحشي. انا هنا بصوا وزعها كده علشان تتوزع على المحشي كله، ما شاء الله بيبقى لونه جميل جدا. علشان كده بتبقى كل الشوربة موزعة، يعني لونها أحمر كده ومتوزعة على المحشي كله، مش بيبقى فوق الوش بس ويبقى تحت بقى كده، لأ. لما بتبقى في الشوربة بتبقى متوزعة على الكل، بيبقى كله لون واحد وجميل جدا. بصوا، بالهنا والشفا. يا ريت بقى اللي يوصل لحد هنا ما ينساش اشتراك ولايك علشان الفيديو يوصل لكم كله ان شاء الله. اما اعمل فيديو جديد يوصل لكم ان شاء الله. بصوا بقى، عملت جنبه بانيه كده، وبالهنا والشفا. أكلة جميلة وكلنا بنحبها. بس أشوفكم بقى إن شاء الله في فيديو جديد. بصوا طعمه جميل جدا ما شاء الله، وريحته جايبة آخر الشارع. ألف هنا وشفا. أشوفكم بقى في فيديو جديد إن شاء الله، وما تنسوش لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.